بالنسبة لاهتمامات المواطنين معالي الوزير فيما يخص ملف السكن تحديدا، أول اهتمام هو هل ستواصل الحكومة بناء السكنات الاجتماعية أكيد في ظل الظروف الاقتصادية الحالية؟ من صالحك سيد أبو القسام. نعم. أنا ما عنديش توجيهات أخرى من غير توجيهات الرئيس. نعم. الرئيس الجمهورية مرارا وتكرارا وفي رسائله في عدة مناسبات: السكن ثم السكن ثم السكن. نعم. لن يتوقف مهما كانت الظروف. كيف تقيم برنامج سكنات عدل بيع بالإيجار معالي الوزير لحد الآن؟ سكنات عدل احنا تمنيناها تمشي بالسرعة اللي نتمنوها، ولكن نعم. ليس كل ما يتمنى المرء يدركه. المهم أن الانطلاقة، أنا ما نرجعش للوراء كثير، ولكن في 2012 لما بدينا التحيين تاع الملفات تاع 2001 اللي كانوا ضايعين تقريبا عندهم ورقة، اليوم تجسدت ودخلنا في الواقع وبدينا نسلموا سكنات. اليوم السكنات اللي تسلمت حوالي 7000، يضاف لها مع ديسمبر حوالي 40000، مع نهاية الثلاثي الأول تاع 2017 نضيف لها ما تبقى 30000 باش نرجع ل 81000 هذه تاع 2001 و2000. لماذا التأخر معالي الوزير؟ تأخر أولا تأخرنا واحد 3 شهور ولا 4 ولا 5 من العقار باش توجدي العقار، تسوية العقار. ثانيا فيه إجراءات إدارية، ما كانش عندنا لا شورت ليست أنا كنا نديروا مناقصات. وبالمناسبة نعطيك رقم خيالي، عندنا 2680 ابل دوفر انفريكتيو. نعم. الناس ما تشاركش في المناقصات. زائد القدرات، احنا كانت قدرات تاع الجزائر الى يومنا هذا قدرات ذاتيه 80000 سكن سنويا، هذا ما قدرناش. قدرات في الانجاز. اذا كان لازم نستنجدوا بالاجانب وبدول صديقه الى اخره. زيد فيه اجراءات إدارية مع الصفقات، مع تمر أمام الحكومة وبعد الصفقات تمر أمام مجلس الوزراء إلى آخره. المهم أن احنا فيه التزام. ثلاثي أقصاها الثلاثي الأول تاع 2017 ما نزيد نطوي نهائيا الملف تاع 2001 و2000 في بعض الولايات طويناه. نعم. لأن ما فيهاش كثير، فيها 1800 ولا فيها 1200. نعم. وهنا في العاصمة بين طلبات 2001 2002 2001 تقريبا 56000. نعم. 2013 حوالي 90 100000. نعم. لأن السقوط راه يومي، بعد نحكي لك على السقوط. احنا اليوم في العاصمة عندنا 93000 سكن راه في الإنجاز. نعم. شركات راه تخدم، راه تشتغل، ربما بنسب تقدم مختلفة متفاوتة من 30% حتى 70% إلى آخره. احنا لما نسلم المفاتيح ال 54000 تاع العاصمة، كل ما تبقى فهو ل 2013. نعم. إذا 2013 في بداية في نهاية الثلاثي الأول أو ربما الثلاثي الأول الثاني تاع 2013 نبدأ نسلم ل 2013. ارتفاع الأسعار لماذا معالي الوزير؟ والله سمحتي الأخت القسام. نعم. باش نطمن المواطنين، لأن نحس أننا نشعر بالقلق، وفي بعض الأحيان يقلقوهم عمدا، يعني لأن الماضي مازال مأثر عليهم. نعم. ما برامج اللي تتوقف وهذه أنا نعطي التزام والتزمت به ونزيد نلتزم به أمام الملأ وأمام رئيس الجمهورية أن البرنامج تاع عدل ما يتوقفش. نعم. وأن التسجيلات ماشية تدريجيا. احنا سجلنا بموافقة الحكومة 400,000 سكن إضافي إلى 230,000 اللي كانت موجودة، يعني بتقريب 600,000. نعم. 230,000 موجودة، زاد 80,000 سجلوها لنا موجودة، زايد 40,000 بالنسبة ل 2016 موجودة. ما تبقى كل سنة نسجلوا طرف، لأن ماشي مع الخماسي. واليوم المواطن اللي يدفع المستحقات نتاعو في البداية بريمير فيرسمون، نعم، راه عنده أكثر من ضمانات، راه عنده ضمانات باللي يدي بيته، يدي السكن تاعو، يدي السكن تاعو. احنا ربما في بعض المشكل انه الكثير من العائلات انهكها الايجار معالي الوزير، يعني متفق معك، ولكن فارغ الصبر تنتظر سكن. انا يحسن عونهم مثل ما يقال. نعم. ولكن احنا لازم نراقبوا،
وفيه رقابه صارمه بالنسبه تصوري يعني في الناس اللي رحلناهم اللي رحلتهم الولايه من بيوت القصديره راه عندنا 1500 اللي كانوا مسجلين في لا ديال. نعم. هادو يسقطوا. عندنا ما يقارب 250 ألف عازب. نعم. رانا نكتشفوا بعض الرقابه مع وزاره الداخليه، رانا نراقبوا مع البلديات وجدنا ناس اللي ما همش عزاب متزوجين، ولكن ربما الزوجه كان عندها وصرح بانه عازب باش السكن تاع الزوجه. هذه التصريحات الكاذبه. نعم. الى اخره. وكان بالنسبه للوثائق اللي دفعوها لنا بالنسبه للمرتب، في كثير من المرتبات وجدناها مزوره. نعم. مش تاع القطاع العام ما يقدرش يزور. نعم. ولكن بالنسبه للقطاع الخاص فيه حالات من التحايل، فيه حالات تاع الحصول على سكن. لا في بعض الاحيان فيه مؤسسات اللي كانت ما كانش عندها نشاط. نعم. وما صرحوش به عند صندوق الضمان الاجتماعي الى اخره. نعم. اذا القضيه ماهيش الا في السرعه وباش ما نغلطش، لان المواطن ما يرحمكش. المواطن يكون عنده في حي حومه يكون مثال واحد نتاع انسان اللي عنده وزدناه يقول لك كل شيء غير خرطي. هذه قال لها شوف اللي عنده راه يزيد. لابد من التدقيق في الملفات، وبالاخص انها القيمه تاعها غاليه. ماهيش. لماذا تم رفع الاسعار معالي الوزير؟ هو رفع الاسعار بالرضا نتاع المكتتبين. لا احنا الاسعار اللي مشينا بها نتاع 2001. نعم. 2001 لا الاسمنت ولا الحديد ولا المعطيات الاقتصاديه كلها تغيرت. كل معطيات الاجور حتى الحد الادنى للاجور في 2001 كانت 800,000. نعم. أنا في 1,800,000 اليوم. بالضبط. كل هذه أثرت على الأسعار تاع البناء. المهم هذا الشيء اللي التزمنا به وما زالنا ملتزمين به ولو بالأسعار الجديدة، أن المواطن ما يدفع إلا 50%. نعم. تاع سعر السكن. نعم. معالي الوزير، مساكن عدن التي سلمت تعاني اليوم من نقص في الصيانة، من المسؤول؟ هل مسؤولية الوزارة تنتهي بمجرد الإنجاز وتسليم السكنات؟ لا، احنا مسؤولين ولا ديال مسؤولة، ولكن مع الأسف ما التنظيم ما كانش عندهم التنظيم، ما عطاهمش الفعالية في صيانة المصاعد بالأخص. نعم. خاصة هي اللي طرح إشكال. ما فيش غير المصاعد. أنا عندي صور مشاو بعثت ناس في الليل وصوروا وجابوا يعني في بعض الأمور كارثية، لي كاف ينوندي والناموس إلى آخره. راح تتصلح الأمور. نعم. أنا لما درت التحرية تاعي في 2012 نهاية 2013 وصلنا إلى 800 مصعد معطل. نعم. اليوم شهريا عندنا 30 40 50. احنا هما خلقوا شركة تاع صيانة. نعم. تابعة عدل، ولكن بدون جدوى. مش هذاك هو الحل. استعينا أن ربما فيه شباب اللي باغيين يشتغلوا، خلقوا مؤسسات مصغرة. دمجتهم أنا، دمجت تقريبا 30 مؤسسة، كل واحد نعطوه حي. البعض مختص في المساحات الخضراء، البعض مختص في المصاعد، البعض مختص في الكهرباء إلى آخره. الأمور بدأت تمشي. نشعر أن فيه تحسن، ولكن لازم نصيب صيغة نهائية للصيانة ولتسيير المرافق العامة نتاع. نعم. لأن بعض الأحياء بالأخص أن بعد ما قررنا فيه مرسوم نتاع رئيس الحكومة اللي يخلي الناس تشري كاش. نعم. ونعطوهم الوثائق نتاعهم، ربما يشريوا كل. نصيبوا حل كيفاش. هذا راح يحل مشكل بدل انتظار 20 سنة حتى انه في ناس ممكن ان يدفعوا. الان حتى بالنسبة لرفع الأسعار. نعم. جبناها بلطف. نعم. كان في مفاوضات مع وزارة المالية باش تكون من 23 نعم إلى 29%. خليناها نعم. في 23% أولا. ثانيا المواطن ما يتأثرش في الدفع الأول لا في الثاني ولا في الثالث ولا في الرابع. نعم. رفع الأسعار هذا يكون في الدفعات الشهرية. نعم. نتاعو. معي الوزير، فيما يخص آجال عدل 2001 آجال تسديد الشطر الثالث والرابع، يعني خلاص تنتظر الآجال هذه. لا بالنسبة للعدل الواحد ما بقاش مشكل. التسديد راه بداو يدفعوا في 2001. نعم. 2001
الشطر الثالث والرابع عند استلام المفاتيح. نعم. بالنسبة ل 2013 كنت تكلمت أمس مع السيد المدير العام تاع عدل، ممكن جدا أنه يفتح الدفع الثاني للبعض تاع 2013 في ديسمبر. نعم. هل يمكن للحاصلين على سكنة عدل تأجيرها أو بيعها يعني؟ لا. نعم. هو القانون في البداية لما انطلق المشروع كانت 10 سنوات. نعم. أقل شيء، حتى اللي يدفع عنده لازم يسكن 10 سنوات بعد ما يشريها. نعم. بعد تقلص إلى 5 سنوات، وإحنا تحفيزا لمن يدفع مباشرة كاش نعم. رجعناها إلى سنتين. نعم. إلى سنتين، بعد سنتين يدي الدفتر العقاري نتاعو، هو حر في ويفعل ما يشاء بسكنه. فيما يخص سكنات ترقوي العمومي مع الوزير LPP، ما تقييمكم للملف لحد اليوم؟ ما نقولش فيه مشاكل، فيه مشاكل تاع إنجاز، ولكن نعم. مشاكل بشرية، مش مشاكل لا تقنية ولا مادية ولا قطاع أرضي. رانا لقينا الحل إن شاء الله، فيه حلول. لحد الآن احنا فتحنا في البداية المجال إلى 150,000، ما تسجلوا إلا 58,000، وما دفعوا إلا 30,000 عبر التراب الوطني، الأغلبية في العاصمة بالطبع. ما رانا انطلقنا في الإنجاز، في كل ما تكون فيه أرض تسلم لنا، عقار يسلم لنا، راه في انطلاقة. 2017 احنا سلمنا في بوسماعين المفاتيح نتاع بوسماعين، باش نسلم مفاتيح في ولاد فايد، باش نسلم مفاتيح في سيدي عبد الله. نعم. بدينا نسلموا المفاتيح نتاع. اعتقد ان السرعه اللي نتمناها واللي يتمناها المكتتب تكون في 2017 ان شاء الله. نعم. معالي الوزير، توزيع السكنات الجديدة خلف أيضا العديد من المشاكل، يعني حل مشكل السكن في حد ذاته غير كافي. هناك من المواطنين من يشتكون، يعني هناك من أقصي من الاستفادة تارة بحجة أنه أكثر من عائلة كانت تقيم في سكن واحد، وبنهاية الأمر عائلة واحدة تحصل على سكن، في عائلة تكون من 10 أفراد وتحصل على شقة من 3 غرف، وفي أيضا هناك من يقول أنه أقام وتم إحصاؤه لكن لم يستفد. يعني ما هي إجراءات تسوية هذه المظالم إن وجدت فعلا؟ والله سيدة القسم، أنا بودي ما نخوض في صلاحيات يعني دون خوض في التفاصيل. صلاحيات الغير، لأن هذه لجان محلية اللي تشتغل في الموضوع. احنا المشاركة نتاعنا بالبطاقية. نعم. ما يخفاش عليك، اليوم البطاقية فيها ما يقارب 6 ملايين جزائري مسجلين في البطاقية. فعلا. إما خذوا سكن، إما خذوا قروض، إما خذوا مساعدة أو رخصة بناء إلى آخره. ربما الناس اللي تكلمت عليهم 2 ولا 3 في العائلة، ربما يعني الأمور هذه ربما صح. نعم. ولكن الشيء اللي صح ومؤكد وراه في العدالة اليوم أن اكتشفنا أن الناس عندهم فيلات ب3 طوابق وساكنين في القصدير، وراهم في العدالة، وراه ظهرتهم التلفزيون تاعكم السنة الماضية. فيه ناس اللي مسجلين في الديال ومسجلين في السوسيال، وفيه يعني قلنا هذه حالة تحايل واحنا بالمرصاد. نعم. عندنا البطاقية اللي خصته البطاقية لا ترحم أحد. معي الوزير، من بين النقائص اللي تسجل بعد توزيع السكنات هي نقص المرافق، سواء التربوية كالمدارس والمتوسطات والثانويات، أو الإدارات كمراكز البريد والملحقات البلدية، ونقص النقل، نقص الخدمات، الأسواق، المحلات. لماذا كل هذه النقائص؟ أم أن هناك غياب في التنسيق بين القطاعات المعنية؟ ممكن كان غياب في التنسيق، ولكن من بعد احنا بإعاز منا الحكومة خذت قرار على أساس المرافق هذه تسجل باسم وزارة السكن. نعم. بدءا من مرافق التربية. اليوم ثانويات تكميليات والمدارس الابتدائية مسجلة باسمنا. نعم. في الأحياء اللي ننجو فيها. فيه أحياء اللي ربما
الخريطة المدرسية تخلي أن الحي هذا ممكن يستعمل المرافق أبناء الحي هذاك يدخلوا في المرافق تاع الحي اللي موجود اللي بقربهم. نعم. المحلات التجارية رانا على وشك أخذ قرار لتسهيل استعمال هذه المحلات التجارية. احنا وين ما مشينا كل البلديات اللي رحنا فيها كل الولايات اللي رحنا فيها مع السيد الوزير الأول نعم. التعليمات نتاعو ونأكدها هنايا أن في هذه الأحياء لازم البلديات والولايات تخلي قطع أراضي تعطى اون كونسيسيون لي بريفي. نعم. اللي بغى يبني سوبر مارشي، اللي بغى يبني تاع ترفيه، اللي بغى يبني هذه. نعم. احنا علينا التعليم والصحة والأمن والمرافق نتاع التسلية تاع الأطفال. نعم. هذا ضروري، وهذه ماهيش نظرة برك عمرانية، هذه تعليمات كتابية تاع فخامة الرئيس. نعم. في الرسالة اللي وجهها المهندسين المعماريين في 2014 بالضبط. منعنا كانت منع رسالة بات تاريخية منع بات أن في البلاد باش نزيدوا نبنوا أحياء مرقدية. نعم. على ذكر هذه الرسالة معالي الوزير ذكرتني في نقطة مهمة جدا. يعني فخامة رئيس الجمهورية قال آنذاك أنه من نتركه من بنايات سيبقى شاهدا علينا، والطابع العمراني يكاد يغيب عن ما ننجز اليوم من سكنات، سواء ما تنجزه الدولة أو ما ينجزه الأفراد. لماذا؟ هو عندك نصف الحق. نعم. هو بالنسبة للسكن متفق معك 100%، لأن السكن يخضع إلى تقنيات أخرى. Maintenant, on est machine de plus en plus vers l'industrialisation du bâtiment. ربما احنا التوشيحات هكا تكون في بعض العمارات، وضروري تكون في بعض العمارات. اما المرافق اليوم، المرافق انا نتبعوا في تعليمات فخامة الرئيس 1000%. نعم. ما فيش مرفق اليوم يبنى اللي ما عندوش الطابع العربي الامازيغي الاسلامي. نعم. فيش خلاص. نعم. وهذا اللي بدا تشوفي. خذي المثال تاع مديه، خذي المثال تاع هذه المقرات الجديده اللي هتتبنى نتاع الوزارات ولا نتاع كذا، كلها تخضع لهذه المرافق. نعم. حتى بعض الثانويات في الولايات. نعم. احنا على كل حال بالنسبه لسيدي عبد الله المشكل هذا انتهى. نعم. سيدي عبد الله ان شاء الله تكون مدينه نموذجيه متكامله فيها كل المرافق تاعها مسجلين لها، ورانا ننجزوا في 4 مدارس ابتدائيه في 10 اللي مسجله لسيدي عبد الله. نعم. 7 تكميليات و3 ثانويات، مستشفى فيه قطب استشفائي كامل، فيه مستشفى خاص، فيه مستشفيين تاع خواصم يتبناو. نعم. فيه قطب جامعي بالنسبة للأحياء نتاعو الجامعية. فيه إذن ينتظر أن تكون مدينة نموذج تكون إن شاء الله بكل المقاييس. معالي الوزير، سؤال أخير، يعني سبق وأعلنت أنه سنة 2018 سيتم وضع حد نهائي لأزمة السكن في الجزائر، هل ما زلت عند وعدك؟ وربما قبل، ربما إن شاء الله. نعم. توفيق من الله إن شاء الله قبل، لأن احنا نشعر أن بقى فيه ضغط، ما بقاتش فيه أزمة. نعم. لأن لما تقريبا 180 ألف مواطنين ومواطنات تاع العاصمة ياخذوا السكنة تاعهم تاع عدل من نهاية 2017، يعني تفاجأ في العاصمة، حتى الكراي صباح متوفر. نعم. بالنسبة للإحصاء، احنا عندنا إحصاء في 1541 بلدية. نعم. ما تبقى كان عندنا آنذاك عجز نتاع 1,200,000 زاد تقلص. اليوم ما تبقى لنا من سكنات لازم ننجزها باش نقضي نهائيا على كل الطلبات اللي كانت متراكمه في البلديات. نعم. 450,000 سكن. نعم. يعني وهذه متكفل بها معنا. متكفل بها، وبالاخص ان شخصيا وزاره السكن طارحه اقتراح الحكومه، وان شاء الله يكون فيه الموافقه. نعم. باش نفتح المجال في الشمال مثل ما فتحناه في الجنوب للتجزئه. نعم. لان السكان تاع القرى الصغيره والمدن الصغيره ماذا به يبني سكنته وحده.
حنا نساعدوه وحنا نقوموا بالتهيئه ويبني داره. اعتقد نعطيك مثال بسيط، سمحي لي، كان الوقت ضيق. نعم. دوله عظمى، عضو مجلس الامن، خامس قوه اقتصاديه وعسكريه في العالم، عندها عجز نتاع 10 ملايين ساكن. نعم. هذا بتصريح نتاع الوزير الاول تاعها. فعلا. احنا 450 الف تقريبا، ورانا قراب نلحقوهم في عدد السكر، رانا 40 مليون. لا ان شاء الله احنا متفائلين ان شاء الله. نعم. لا مشينا بالوتيره هذه نعم. قبل نهايه 2018 ان شاء الله. نعم. معالي الوزير، في الأخير هل يمكن طمأنة كل الذين يتابعونك هذا المساء، خاصة الذين ينتظرون السكن بفارغ الصبر؟ أنا ألتزم معهم، وكلمة شرف. نعم. أن كل مكتتب عدل، حتى ولو تأخرنا نوعا ما لأسباب خارجة عن نطاقنا، ياخذوا السكنات تاعهم، اللي يدفع ياخذ السكنات تاعهم. نعم. بالنسبة ل 2001 2002 الأمور توضحت نهائيا. وجود باقي لنا بعض الصفقات كما هذه اللي هضرت عليها نتاع ورقلة ولا، وإن شاء الله مع نهاية، وين كان ورقلة هذه سنة 2013. نعم. 2000 الثلاثي الأول نكونوا قضينا نهائيا على ملف 2001. نعم. ونكونوا انطلقنا 2013، وعن قريب إن شاء الله أنا ماشي الخنشلة. نعم. فيه 2300 ساكن جاهزة تتوزع تاع 2013. نعم. تاع 2013. بالنسبة للناس تاع البيوت القصدرية برامج ماشية، والسادة الولاة بادلين جهود يعني جبارة بالنسبة، وفيه تنسيق بيننا وبينهم، ولأن احنا نخضع لنفس تعليمات تاع رئيس الجمهورية. أعتقد أن مشاكل السكن بقات ورانا اليوم. نعم. الشيء اللي معترف به المواطن ويطمئن أن التوزيع اليوم ما بقاتش فيه ثغرات. الحمد لله. البطاقية اليوم اللي دا ما يقدرش يعاود يدي. الحمد لله. إن شاء الله. معالي وزير السكن والعمران والمدينة سيد عبد المجيد تبون، شكرا جزيلا لك على تلبية دعوة برنامج حوار الساعة. شكرا لكم أنتم مشاهدي في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.